معظم الطلبه بتغلط في سؤال استخرج مش بيعرف يعرف. فالنهارده ان شاء الله هنقول طريقه بسيطه جدا لازم تاخد بالك منها وتعرفها كويس، وهي مفتاح الاعراب. اولا نسال عن الفاعل. لما نقول لك طلع لي فاعل مثلا او استخرج فاعل، بنسال عن الفاعل بكلمه من او مين. كلمه من او مين، يعني مثلا قلت لك ايه؟ كتب الولد الدرس. الفعل هنا الفعل كتب ده فعل ماضي. نمسك الفعل كتب ونساله مين اللي كتب الدرس ده؟ اللي كتب الدرس الولد، والولد فاعل مرفوع بجمع الضمه. ونسال عن المفعول به بماذا، ونسال عن المفعول لاجله بماذا، ونسال عن الحال بكيف، ونسال عن الزمان بمتى، ونسال عن المكان باين. يبقى لازم تاخد بالك من دول كويس وتحفظهم كويس جدا. يبقى تاني: من فاعل، ماذا مفعول به، لماذا مفعول لاجله، كيف حال، اين مكان، متى زمان. تمام؟ هناخد دلوقتي مثال مع بعض، جمله واحده كده هنطبق عليها كل اللي قلنا. تمام؟ هنا بيقول لك ايه؟ شرب الطالب الماء واقفا صباحا امام الباب خوفا من العطش. اولا اول حاجه بنعملها بنحدد الفعل. فين الفعل في الجمله دي؟ الفعل طبعا هو ايه؟ شرب. ده الفعل، فعل ماضي مبني على الفتح. عايز دلوقتي اطلع ايه؟ استخرج الفاعل. احنا لسه قلنا من شويه ان الفاعل بنستخرجه ازاي؟ بكلمه من او مين. طب نعملها ازاي دي؟ بنمسك الفعل نفسه ونساله ونقول له ايه؟ مين اللي شرب؟ هيديك الاجابه اللي هو مين؟ الطالب، فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه. تمام؟ بعد كده المفعول به بنسال عنه كلمه ايه؟ ماذا شرب الطالب؟ يا ترى الطالب ده شرب ايه؟ شرب الماء. الماء مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. تمام؟ بعد كده نسال عنه الحال. طب كيف شرب الطالب الماء؟ شربه كان عامل ازاي؟ حاله كان عامل ازاي؟ كيف؟ واقفا. واقفا دي حال، واقفا. بعد كده ظرف الزمان: متى شرب الطالب الماء؟ شرب الماء امتى الطالب ده؟ صباحا. صباحا ده ظرف زمان. بعد كده اين شرب الطالب الماء؟ شربه فين؟ شربه امام. كلمه امام بظرف ايه؟ بظرف مكان. بعد كده عندي كلمه الباب. عود نفسك بعد الظرف مضاف اليه اهو. بعد الظرف بيجي ايه؟ مضاف اليه. بعد الظرف مضاف اليه اهو. تمام؟ الباب مضاف اليه منصوب بالكسره. بعد كده مفعول لاجله: لماذا شرب الطالب الماء واقفا صباحا امام الباب؟ ليه بعمل كده؟ هو ليه؟ خوفا. لماذا؟ بقول لك مثلا ايه؟ لماذا تذهب الى المدرسه؟ اذهب الى المدرسه رغبه في النجاح، عشان خاطر انا ايه؟ انجح مثلا. بعد كده عندي مثلا دي ودي اهو، من ده حرف جر والعطش ايه؟ اسم مجرور. جميل؟ هنا حرف جر والعطش اسم مجرور.